في عالم كله فساد والدم فيه اسهل من الكلام، ووسط نار العصابات وشبكات القتال بيظهر البطل بتاعنا علشان يدور على بنته اللي اتحرم منها سنين ويخلص من الشخص اللي كان السبب في موت امها. لكن خطوة واحدة بتقلب كل حياته وبيتحول حياته لهدف حي مطارد من اخطر رجال العصابات في البلد. وفوق كل ده في شخص ملهوش شبيه، آلة قتالية ماشية على الارض، ما بيتكلمش كتير بس كل حركة منه بتسكت العالم حوالينا. لكن بطلنا مش بيستسلم وبيفضل ورا ماضيه علشان يصلحه، بس النهاية مش هتكون زي ما هو متوقع. هل الانتقام هيخلصه؟ وهل يقدر بقى ينفذ وصية حبيبته وينقذ بنته من الخطر؟ وده بقى يا صديقي اللي هنعرفه في احداث فيلمنا. وفضل منك بقى يا صديقي وليس امر الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبيبدأ الفيلم مع شخص اسمه كريس، واللي بيكون لسه خارج من السجن ودفع فلوس لاتنين مجرمين علشان يعدوه من الكمين. لكن بعد لما بيعدوه بيطلبوا منه كل الفلوس اللي معاه اجباري والا هيخلصوا عليه. وبيتفاجئ بقى كريس لما بيلاقيهم مجهزين الاسلحه كمان، يعني مرتبين لقتله وسرقته من الاول. بس كريس مش بيسكت وبيقرر بقى يعرفهم هو يبقى مين بالظبط، وبيفضل يضرب فيهم وبياخد له خبطه بسكينه في ايده لكن مش بيتاثر معاه، وبيقرر يكمل ويضرب فيهم والا هيعملوا منه كفته. وبيضرب اول واحد لكن لما بيقع على الارض ومش بيبقى قادر يقوم، بعدها بيلف للتاني وبيضربه هو كمان وبيوقع من ايده السلاح. ولما بيخلص ضرب فيهم بياخد شنطته وبيمشي. وعلى الجهه التانيه بقى يا صديقي بنيجي للشيطان، وهو بيجهز السكينه اللي لابسها في ايده، وده لان ايده مقطوعه ومركب ايد تانيه من حديد كغلاف يعني على السكينه. بعدها بنرجع لكريس مره تانيه اللي بيروح يزور قبر حبيبته القديمه ليونور، وبيبان عليه الحزن الشديد قوي. وبيتحرك بعدها علشان يروح يراقب شخص اسمه فيسنتي، وده بقى زعيم عصابه خطير جدا وليه نفوذ قويه بتمد في كل مكان. لكن ايه هو هدف كريس من اللي هيعمله ده هنعرفه مع بعض كمان شويه يا صديقي. بعدها بنيجي لبنت جميله اسمها اليس، واللي بيكون بنت فيسنتي، وبيبان انه بيحبها جدا ومتعلق بيها وبيعمل كل حاجه هي بتتمناها، وده اللي بيخليها على طول مبسوطه. لكن بمجرد ما بيجيب سيره امها بتتضايق جدا لانها ماتت من فتره طويله، واليس كانت متعلقه بيها وبتحبها جدا، وموتها كان مفاجئ بالنسبه ليها. وبالليل بقى بيروح الشيطان على كافيه علشان يقعد فيه شويه ويفضل هناك لحد لما الوقت بيتاخر جدا. فبتروح النادله تطلب منه يمشي علشان الوقت اتاخر وهي لازم تقفل. وبيسالها بقى الشيطان لو كانت كلت من الكيك اللي معاه ده، فبتستغرب النادله وبتقول له النهارده لا بس كل يوم بتاكل منه عادي. وبتتفاجئ البت ان ايد الشيطان عباره عن سكينه وبيجبرها بقى تاكل بيها حته كيك. فبيتخاف البنت جدا وبتاكل وهي مرعوبه لانه ممكن يخلص عليها، وعلشان تنقذ نفسها بقى بتقول ان هي طعمها حلو جدا. لكن لما بيجرب ياكل مش بتعجبه، وقبل ما يفكر يقتلها بتقف دوريه شرطيه قدام المكان، وبتدخل الشرطه وبتطلب منه يركب الايد بتاعته ويمشي بسرعه. فبتعرفها النادله انه كان بيهددها وكان عاوز يقتلها، لكن الشرطيه بتشوف ان مفيش سبب يتم وقوفه بيه وبتطلب منه يمشي. وفعلا بيقوم يمشي، وده بتبقى غلطه كبيره جدا يا صديقي من الشرطيه لانها ما تعرفش هي بتتعامل مع مين. وبمجرد ما بتركب العربيه بتاعتها هي والنادله بيظهر الشيطان وبيذبحها بالسكينه، وبيمسك النادله هي كمان وبيذبحها بدون اي رحمه. وتاني يوم بقى بتبقى أليس رايحة على المدرسة بتاعتها، وبيقف متسول مغطي وشه عند العربية وبيفضل ينظف فيها علشان الحراس يدلوا أي فلوس. ولما الحراس بيرفضوا يفتحوا العربية بيكسر لهم المراية فبينزلوا علشان يضربوه. لكن بيتفاجئوا بقى إن هو مش متسول ولا حاجة، وإنه مخطط لكل ده علشان ينزلهم من العربية. وبيضربهم بقى الشخص دوت بعنف جدا وبياخد منهم العربية. ولما أليس بتحاول تهرب منه بيمسكها وبيحطها في شنطة العربية وبيقفل عليها. وبنعرف وقتها ان الشخص ده بقى كريس، وعمل كل ده علشان يخطف اليس. يا ترى ايه هدف كريس من خطف اليس؟ هل انتقام قديم بينه وبين ابوها، ولا عمل كده علشان ينقذها من عالم وحشي هي عايشه فيه؟ وبيرجعوا الحراس لفيسنتي وبيعرفوا كل اللي حصل معاهم، ومش بيعرفوا يوصفوا شكل كريس لانهم ما شافوش وشه. فبيتضايق جدا لانهم سمحوا لواحد متسول انه يعمل فيهم كده ويخطف بنته كمان. وبيضرب واحد فيهم بشكل عنيف جدا لحد لما بيفقد وعيه، والتاني
رجالته بيضربوه كعقاب يعني ليه على اللي عمله. وبيتصل فيسنتي بقى على كل رجالة العصابات اللي يعرفهم وبيطلب منهم يدوروا على بنته في كل مكان، واللي هيلاقيها بقى هياخد مكافأة كبيرة. وبنرجع لكريس اللي بيسمع صوت أليسا وهي بتصرخ لأنها عايزة تخرج من شنطة العربية، فبيتعصب عليها وبيقرر إنه يخرجها لأنه مش هدفه أذيتها خالص. لكن بمجرد ما بيفتح لها الشنطة بتضربه بالحديدة وبتجري منه جوه الغابة، فبيطلع يجري وراها قبل ما تهرب وبيحاول يقنعها إنها تروح معاه. وعلشان يطمنها بيعرفها إنه مش خطر عليها خالص، وبيطلع صورة من جيبه وبيحدفها لأليسا علشان تتأكد إنه مش عدو ليها. وبتتفاجئ أليسا بقى إن كريس كان صديق لأمها زمان، لكن أليسا بقى بتفضل متعصبة بسبب حبسها ليه في شنطة العربية، وبتبقى قلقانة منه جدا ورافضة إنها تروح معاه. وبيرفض كريس بقى يحكي لها أي حاجة تخصه أو المكان اللي كان فيه طول السنين دي، وبيعرفها بقى إنهم لازم يتحركوا بسرعة لأن الوقت مش في صالحهم أبدا. بس أليس بقى بترفض، ولأنه مش عايز يأذيها بيرفض يستخدم معاها أي أسلوب عنيف، وبيطلع المسدس من جيبه وبيديهولها وبيطلب منها تحمي نفسها بيه لحد لما يوصلوا. وبتتأكد أليس بقى إن المسدس فيه رصاص، وبكده بتوافق إنها تروح معاه. لكن بمجرد بقى ما بتركب العربية بتأمره يرجعها على البيت بسرعة. وكريس بيرفض وبيحكي لها بقى إن أمها طلبت منه قبل ما تموت إنه يبعدها عن فيسنتي. بس أليس مش بتبقى مصدقة أي كلام بيقوله، وده لأن فيسنتي أبوها وبيخاف عليها أكتر من نفسه. وبتتفاجئ بقى إن كريس كان حاطط طلقة واحدة في المسدس علشان يضحك عليها ويقنعها تركب معاه. والبنزين بيخلص من العربية وبيضطروا يقفوا علشان يمولوها. وبيحذر أليسا بقى إنها تتصرف أي تصرف متهور لأنه مش هيسيبها تهرب نهائيا. لكن بمجرد ما بينزل من العربية بتنزل أليسا هي كمان وبتطلب من شوية شباب بيلعبوا إنهم ينقذوها منه لأنه خاطفها. وبيحاول كريس بقى يفهمهم إنها مجنونة علشان محدش يسمع ليها، لكن محدش بيقتنع. فبيضطر كريس بقى إنه يدخل في مواجهة معاهم علشان يوقفهم، وبيضرب أول واحد فيهم وبيوقعه على الأرض كأنه كان داخل يتضرب ويقع. بس بعدها الكل بيهجم عليه وهو بيبعدهم، وبيمسك واحد فيهم وبيبقى هيكسر له دراعه، وبيحذر الباقي إنهم يبعدوا وإلا هيكسرهم. لكن مش بيبقى فاهمين اللغة بتاعته وعايزين يهجموا عليه بأي شكل. وفي نفس الوقت اللي أليس بتحاول تكلم أبوها من تليفون موجود في الشارع علشان يجي وينقذها. وأول ما كريس بيضرب كل الشباب ويوقعهم بيرد فيسنتي على أليسا وبتقول له إنها مخطوفة. لكن قبل ما تكمل كلامها كريس بيقفل السكة وبيدخلها على العربية وبيربط إيديها علشان ما تعرفش تنزل من العربية تاني. فأليسا بقى بتفضل تصرخ بشكل مبالغ فيه جدا، وبتطلب منه يقول لها هو مين وليه بيعمل معاها كده. وبتبقى المفاجأة بقى هي إن كريس بقى بيكون أبوها الحقيقي، وليونير تبقى أم أليس وهي اللي طلبت يبعد عن فيسنتي لأنه خطر عليها. لكن طبعا الكلام ده بيكون صدمة بالنسبة لأليسا ومش مصدقة، وبتطلب منه يوديها على أي مكان تاكل لأنها جعانة جدا. ولما بتتعصب بتجوع أكتر، وعلى الرغم من إن كريس بيبقى متضايق من صريخها وعصبيتها إلى إنه بيبقى مبسوط لأنها بتشبهه في تصرفاته كتير جدا. وبنيجي بقى لفيسنتي اللي بيطلب من المساعد بتاعه اللي بيكون اسمه نيكو انه يعلي المكافأة علشان يلاقوا بنته اسرع من كده. لكن نيك بقى بيبقى خاين وبيتصل على الشيطان وبيعرفه ان البنت حاليا مخطوفة، وبيقول له المعلومات كلها. واللي بنفهم بقى ان في انتقام قديم بين فيسنتي والشيطان كمان. لكن ايه هو هنعرف مع بعض في المفاجآت بتاعة الفيلم ده. خليكم معانا يا صديقي. بس يا صديقي ما تنساش تخبط لي الاشتراك الجميل واللايك المتين. وبنيجي بقى لكريس اللي بيتكلم مع أليس وبيعرفها انه بقاله 15 سنة محبوس، وبيعرفها باسمه وبيشوف العقد بقى اللي في رقبتها وبيستغرب وبيقول لها انها بتشبه امها جدا. وبيتهم فيسنتي بقى انه هو اللي قتلها وانها ما ماتتش لوحدها. لكن قبل ما يقول ايه سبب شكوكه ديت بيتفاجئ بعصابة داخلين عليه المكان وبيرفعوا عليهم سلاح علشان يخطفوا أليس. فبيقوم بقى كريس بسرعة وبيضرب اول واحد فيهم ويبعد من ايده السلاح، بس عددهم بيبقى كبير جدا عليه وبيقدروا انهم ياخدوا أليس معاها. وبيضربوا كاوتش العربيه بتاع كريس علشان ما يقدرش يطاردهم. وبيخرج كريس بسرعه علشان يحاول يوقفهم، لكن طبعا مش بيقدر. فبيرجع تاني لواحد من رجاله الشخص ده علشان يساله على المكان اللي هياخدوه فيها. ولما الشخص ده بقى بيرفض انه يتكلم كريس بيفضل يضرب فيه بعنف بطفايه الحريق لحد لما بيقول له على المكان فين. وبنعرف وقتها بقى ان العصابه دي من ضمنهم العصابات اللي فيسنتي كلمهم علشان يرجعوا. وطبعا كل همهم بيكون المكافاه اللي هياخدوها يا صديقي. والرئيس بتاعهم بقى بيعرف
بيعرف اليس بقى انه مش هيأذيها لحد اما تروح لابوها، وبيطلب منها بقى تكلمه وتطمنه انها لسه عايشه. فاليس بتعمل كده وفعلا، لكن بتسأل بقى فيسنتي هو كان قتل امها ولا لا، وده بيخلي فيسنتي بيتصدم لانه سؤال غير متوقع منها، لكن بينكر الكلام دوت كله. هو بمجرد ما بيسمع ان اللي خطفها هو كريس بينصدم اكتر بقى، ومش بيقدر يرد عليها حرفيا. فبتتفاجئ اليس بقى برد فعله ده، وقبل ما تتكلم معاه تاني بيهجم الشيطان، واللي بيكون عباره عن آلة قتاليه بشريه ماشيه على الارض يا صديقي، بتدمر وتقتل وتخرب في اي حاجه بتقف قدامه. وكل لما اي شخص يحاول يقف قدام الشيطان علشان يوقفه عن اللي بيعمله بيكون مصيره الموت. لا ومش اي موت، دي بيكون موتة وحشيه جدا يا صديقي. وفي نفس الوقت بقى اليس بتضرب رئيس العصابه على دماغه بالحديده وبيفقد وعيه، وبتاخد المسدس علشان تضرب نار على الشيطان وتخلص عليه، لكن مسكينه ما تعرفش هي بتتعامل مع مين ولا ايه. وبنرجع بقى للشيطان اللي بيفضل يضرب في ده ويقتل في دوت ويدمر فيهم بأبشع الطرق الممكنة. فبتطلع اليس بقى وبتضرب عليه نار، لكن ولا طلقة منهم بتيجي فيه، اهو اي تلويش والسلام. واللي في الوقت ده يا صديقي بيظهر كريس المنقذ، واللي قدام الشيطان مش بيكون منقذ خالص، وبيخش بقى في مواجهة مع الشيطان، وبيفضل الشيطان يضرب فيه بشكل عنيف جدا. ولما بيشوف اليس بقى بيبقى عاوز يروح وراها لان هي هدفه الحقيقي، لكن كريس بيقوم مرة تانية وبيدخل في مواجهة معاه تاني، بس برضه بيكون خسران لان قوة الشيطان غير محدودة يا صديقي. وبيطلع الشيطان بقى ورا اليس، وكريس بقى بيطلع وراها وبيمسكه وبيقع بيه من الشباك، وبيفوق رئيس العصابة وبيضرب نار عليهم، لكن كل واحد بيستخبى في مكان لحد ما كل الرصاص بتاعه بيخلص. وبيقوم الشيطان بقى وبيذبحه كأنه بيقشر برتقانية يا صديقي. وقبل ما الشيطان يقتل كريس بتدخل اليس بقى وبتضربه بالعربية، وهي بقى المرة دي اللي بتنقذ كريس يا صديقي. بعدها بيهربوا هما الاتنين من المكان، وبيشكرها لانها انقذت حياته. فبتقول له اليس بقى انها مش عارفة مين المفروض يشكر مين، وبيتكلم معاها بقى ان امها كانت عايشة حياة سيئة مع فيسنتي، وطلبت منه يحرر اليس من الحياة ديت. لكن اليسا بقى مش بتبقى مصدقة نهائيا وعايزة تسيبه وتمشي، بس كريس بقى بيوقف وبيطلب منها يدخلوا يجيبوا قدوم تاني غير دوت ويتحركوا بيه. بعدها بيبدأ يحكي لها ان هو وامها وفيسنتي كانوا اصدقاء وبيسرقوا بنوك زمان، وكل واحد فيهم بيبقى ليه دور مهم في الخطة، لحد ما في يوم فيسنتي قال لهم ان في عملية كبيرة جدا هيعملوها ومن بعدها هيوقفوا شغل. وفعلا عملوا المهمة ونجحت وخدوا الفلوس، لكن فيسنتي بلغ عنه واتحبس 15 سنة بسببه. هو يتجوز حبيبته وهي حامل في اليس، وبيبان بقى من رد فعل اليس انها مش مصدقة اي حاجة من اللي بتتقال. بعدها بنيجي للشيطان اللي بيشوف اتنين شباب راكبين عربية وبيطلب منهم يديها له علشان عايز يتحرك بيها، لكن طبعا بيرفضوا لانهم مساكين مش عارفين هم بيتكلموا مع مين. وبينزلوا بقى هم متحمسين علشان يعلموا على الشيطان، ومن اول خبطة بياخدها بيقع على الارض والتاني بيطلع يجري، والشيطان بياخد العربية وبيمشي مكان الاول يا شباب. وبنرجع تاني بقى لإليس اللي بتسمع الاغنية المفضلة لامها، وبتزعل جدا بقى لانها بتفتكرها، ولان كريس هو كمان عارف الاغنية المفضلة بتاعتها بيقول لأليس عليها. كمان بيعرفها ان العود الألماس اللي في رقبتها هو اللي قدمه هدية لأمها زمان، وكمان بيقول لها معلومة عن الألماس ما كانتش تعرفها، وهي ان الماس يقدر يقطع اي حاجة وكل حاجة قوية لدرجة هي ما تتخيلهاش. بعدها بيحكي لها ان قبل موت امها ب3 اسابيع جت زنزلته في السجن لأول مرة، وقالت له انها ما بقتش مرتاحة مع فيسنتي وهتاخد اليسا وهتمشي، وطلبت منه بقى انه لو حصل لها اي حاجة يحمي اليس من فيسنتي. فاستغربت اليس الكلام جدا، ومش بتبقى عارفه تصدق ان فيسنتي هو اللي قتل امها لانه كان بيحبها جدا وبيعاملها كويس. وفي نفس الوقت ده بيروح فيسنتي ورجالته على مكان رئيس العصابه، وبيتصدم لما بيلاقي المكان متدمر وعدد الجثث ملهوش حدود. فبيراجع الكاميرات وبيتفاجئ ان الشيطان هو كمان بيطارد اليس وعاوز يمسكها، لكن مش بيخطر في باله بقى ان نيك هو اللي خانه وبلغه. وبيخاف بقى فيسنتي جدا عليها لانه خطير جدا ومحدش بيقدر يقف قدامه. وبالليل بيروح كريس بقى يسرق عربية هو وإليس علشان يتحركوا بيها، وبيعرفها بقى انه هيسفرها عند خالتها في امريكا علشان تقعد معاها هناك. فبتتصدم إليس بقى وبترفض، وبتقول له انها مش هتقبل بوضع زي ده، وان مفيش دليل ان فيسنتي شخص سيء، وبتطلب منه يرجعها ليه. وكمان بتضايق كريس جدا بكلامها، وبتقول له ان هو سابها من زمان وما يعرفش يعني ايه معنى انه يكون اب. فبيتضايق كريس فعلا من كلامها، وبيصمم انها تروح لخالتها علشان
هي اللي هتاخد بالها منها، لكن إليسا بترفض. ولما كريس بقى بينزل من العربية، إليس بتستغل الفرصة وبتاخد العربية وبتمشي. فبيشوف كريس عربية تاني وبيحاول يوقفها، لكن بيتصدم إن الشيطان هو اللي فيها، فبيخاف عليها جدا وبيفضل يجري زي المجنون علشان يلحقها. وبتقف إليس قدام التليفون علشان تتصل بفيسنتي، لكن بتتصدم بالشيطان قدامها وبتطلع تجري. فبيروح وراها علشان يمسكها، وبتحاول إليس إنها تضربه، لكن طبعا مش بتقدر عليه، فبتعمل فخ علشان تهرب منه. وكريس بقى بيلاقيها وبتحاول إنها تتحمى فيه، لكن الشيطان بيطلع السلاح وبيضرب نار. وكريس بيطلب من إليسا إنها تنزل في الأرض علشان ما تتصابش، وبيضربوا نار بقى على بعض هما الاتنين، لحد ما الشيطان بيحط السلاح على راس إليسا وبيهدد كريس علشان ينزل سلاحه، وبيربط ايد إليسا في العربية وبيروح لكريس، وهو بيفضل يضرب فيه علشان يقول له هو مين، وبيربط ايديه هو كمان. وإليسا بقى مش بتستحمل تشوفه بيتحمل كل ده علشانها، وبتقول للشيطان انه كريس يبقى ابوها الحقيقي. فبيتصدم الشيطان لانه كان فاهم ان إليس تبقى بنت فيسنتي، وبيضرب كريس بقى ضربة بيخليه يفقد وعيه. وتاني يوم بقى بيروح فيسنتي على المكان اللي كريس فيه، وبيتفاجئ انه متعلق من رقبته، ولو الكاوتش اللي تحتيه اتشال هيموت. ولان فيسنتي بقى متضايق منه بيشيل الكاوتش شويه وبيطلب من رجالته ينزلوه على اخر لحظه. ولما بينزل كريس بقى بيضربه لانه السبب في كل اللي بيحصل معاهم، وبيرفض فيسنتي بقى انه يخلص عليه لانهم هيتعاونوا سوا علشان يرجعوا أليس من الشيطان. وفي نفس الوقت ده بيتصل الشيطان على فيسنتي وبيطلب منه يجي على المكان القديم، وبيعرفه ان نيك هو اللي خانه وقال له على مكان أليس. وبيطلع فيسنتي بقى السلاح وبيقتل نيك بدون تفكير. وبيعرف كريس بقى انه زمان طلب من الشيطان ينفذ مهمة وحاول يقتله بعدها لانه اتخطى كل الحدود. وبنعرف ان فيسنتي ضرب عليه سهم في مخدر علشان ينام، وحبسه في مكان فيه 15 راجل من رجالته علشان يخلصوا عليه. لكن الشيطان فاق، ولانهم كانوا مكتفين ايد واحدة بس بيقطع ايده دي علشان يخلص نفسه، ويبقى فيسنتي هو السبب في قطع ايد الشيطان، علشان كده عاوز ينتقم منه. ولما فيسنتي راح على المكان علشان يتأكد انه مات، لقى ايد الشيطان المبتورة ورجالته كلهم مقتولين بطريقة وحشية جدا. وحاليا الشيطان بقى عبارة عن اسطورة مش انسان، لانه اطلق عليه بالشيطان الذي لا يموت. بعدها بيوصل على المكان وبيرموا جثة نيك بره العربية، وبيطلب من رجالته يتفرقوا في كل مكان علشان يدوروا عليه. وبيرفض بقى يسلم كريس سلاح وبيطلب منه يروح من اتجاه تاني، لكن بيتفاجئ فيسنتي برجالته كلهم مقتولين بطريقة وحشية جدا. والشيطان بيحط السلاح على رقبته، وبيدخل كريس بقى وبيتفاجئ هو كمان بالمنظر ده، لكن مش بيلاقي الشيطان او فيسنتي، هو بيبقى مش عارف يروح فين. وبيتفاجئ فيسنتي بقى ان إليسا مربوط ايديها بالحديد، والحديد طويل جدا ومتواصل بآلة بتفرتك اي حاجة تدخل جواها. وبيشاور لفيسنتي بقى على المنشار وبيقول له لو عاوز ينقذ بنته يقطع ايده علشان ما تقعش في الآلة. فبيتخاف إليس جدا وبتفضل تصرخ لانها مش عارفة مصيرها هيكون ايه. والشيطان بيشغل الآلة علشان تسحب أليس، وبيشوف كريس بقى وبيضرب عليه نار وبينزل علشان يخلص عليه. وقتها بيجري فيسنتي علشان يحاول يوقف الآلة بأي شكل، وبيحط جواها حاجات كتير جدا حديد علشان يوقف، لكن بيتصدم انها بيتفرتك حتى الحديد بشكل مخيف جدا، وبيبقى مش عارف يعمل ايه. وبنرجع لكريس بقى اللي بيدخل في مواجهة مع الشيطان، وبيحاول يوصل له ان إليس ملهاش علاقة بمشكلته مع فيسنتي، لكن الشيطان طبعا مش بيقتنع وبيفضلوا يضربوا في بعض بشكل عنيف جدا. والشيطان بيبقى اقوى، بس برضه كريس مش بيكون سهل يا صديقي. وبيحكي الشيطان بقى لكريس ان فيسنتي ده كلفه بمهمة قتل مراته، وكانوا عايزين الموضوع يبان انه انتحار. ولما خلص مهمته حاول يتخلص منه، لكن ما عرفش هو حاليا هينتقم من الكل. وفي نفس الوقت اللي فيسنتي بيحاول انه يعمل اي حاجة يوقف بيها الآلة، لان الوقت بينفذ ومصير إليس هتكون ضحية فيسنتي اللي هو اصلا مش ابوها. وبيمسك بقى فيسنتي المنشار علشان يقطع ايده المربوطة لانه ما قداموش حل تاني. وبتفضل إليس بقى تصرخ لانها مش عاوزاه يعمل كده، وبتفضل تعيط بشكل مؤثر جدا. وفيسنتي بقى بتبقى صعبانة عليه علشان ملهاش اي ذنب في كل ده، وتدفع تمن حاجة هو عملها.
بعدها بنرجع لكريس اللي لسه بيحاول يخلص على الشيطان علشان يطلع وينقذ أليس، لكن بتصرخ وبيتنادى عليه، لكن الشيطان مش بيموت وبيضرب كريس بالسكينة في بطنه، وبيقوم كريس على الرغم من ان اصابته خطيرة وبيحاول يطلع لإليسا قبل ما فيسنتي يقطع ايديه. ويا ترى بقى هيلحق ينقذها منه ولا ايه اللي هيحصل؟ وبيطلع الشيطان بقى وبيعطل كريس وبيفضل بقى يضربوا في بعض، فبيبعد كريس علشان يطلع، وبيتصدم كريس بقى لما بيشوف المنظر ده وبيبقى عاوز يعمل حاجة، لكن بيتصدم بالشيطان قدامه وبيضربه بالسكينة في بطنه مرة تانية وبيقع على الارض، وبيحط السكينة على رقبة فيسنتي وبيقول له اذا كان عاوز ينقذ أليس يعترف لها بالحقيقة. وفعلا بيعترف لها انه مش ابوها وان هو قتل امها لانه خاف تاخدها منه. بعدها بيطلب من الشيطان يوقف الآلة، لكن بيكون الجهاز اللي بيوقفها في الدور الاول وهي خلاص هتقع في الآلة ومش هيلحق ينزل يجيبه. فبيفوق كريس على اخر لحظة وبيطلب منها تستخدم عقد الماس اللي معاها، وفعلا بتشده أليسا من رقبتها وبترميه في الآلة وبيتوقفها على اخر لحظة. فبيتضايق الشيطان علشان خطته اللي باظت دي وبيمسك أليسا من شعرها علشان يخلص عليها، لكن كريس بيقوم تاني وبيحاول يضربه. وقبل ما الشيطان يوقع كريس من فوق فيسنتي بيتدخل وبيضرب الشيطان بالمنشار، فالشيطان بيمسك فيسنتي علشان يقعوا مع بعض من فوق. ما هو مش هيموت بقى لوحده، يعني نعيش سوا لا نموت سوا. وبيقعوا فعلا هما الاتنين من فوق وبيموتوا، وبيبقى كريس بقى تعب جدا هو كمان بسبب الاصابات اللي عنده، وبتفضل اليس بقى تصرخ لانه بيموت وهي مش عايزاه يسيبها. بعد كل ده وبيمر وقت بسيط وبيتروح اليس بقى على قبر امها علشان تزورها، وبنعرف ان كريس ما ماتش وراح معاها على هناك، وبيقرروا يعيشوا سوا لانها خلاص صدقت كلامه. لكن المفاجأة الاخيرة بقى يا صديقي هي ان الشيطان لسه ما ماتش واختفت جثته من المكان الحادثة ومش بيبقى عارفين راح فين. وده بيدل ان في جزء تاني. اللي قدم لكم الفيلم ده محمود عبد الظاهر اللي هو انا يعني. ولو عندك اي فيلم يا صديقي يجي على بالك اقترحه عليا في كومنت، ويلا سلام.